مع الذكرى 52 لانتصارات الشعب المصري والجيش المصري ومصر كلها في حربها مع إسرائيل، وانتصارنا في 73. النهاردة لازم نفتكر مع بعضينا شخصيات صنعت هذا الانتصار. المشير أحمد إسماعيل علي الذي قاد الجيش المصري في مرحلة من أدق المراحل لخوض ملحمة التحرير، حيث عين وزيراً للحربية في 26 أكتوبر 72 خلفاً للفريق أول محمد صادق. المشير أحمد إسماعيل علي تخرج سنة 1938 برتبة ملازم تاني، والتحق بسلاح المشاة. سافر في بعثة التدريب بدير سفير بفلسطين سنة 45. كان ترتيبه الأول على الضباط المصريين والإنجليز. بدأت موهبته تتألق في الحرب العالمية الثانية، اشترك فيها كضابط مخابرات في الصحراء الغربية، وفي حرب فلسطين اشترك فيها وكان قائد لسرية مشاة في رفح وغزة. الخبرات دي أهلته إنه يكون أول من قام بإنشاء نواة القوات الصاعقة. في العدوان الثلاثي شارك أيضا حينما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في خريف عام 56 بشن العدوان الثلاثي على مصر. شارك وقاد اللواء الثالث مشاة في رفح والأنطرة شرق. وفي سنة 1957 تولى قيادة الفرقة الثانية مشاة، اللي أعاد تشكيلها لتكون أول تشكيل مقاتل في القوات المسلحة المصرية. وبعد هزيمة 67 سلمه الرئيس جمال عبد الناصر قيادة القوات شرق قناة السويس. وبالفعل بعد 3 شهور من الهزيمة أقام أحمد إسماعيل علي أول خط دفاعي، كما قام بإعادة تنظيم هذه القوات وتدريبها وتسليحها. وبعد فترة وجيزة تمكنت قواته من أن تخوض معركة رأس العش ومعركة الجزيرة الخضراء وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات. وبعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجبهة يوم 9 مارس 69، تولى أحمد إسماعيل علي رئاسة أركان حرب القوات المسلحة. وفي عهد الرئيس أنور السادات، وتحديدا في 15 مايو 71 عين رئيسا للمخابرات العامة، ظل فيها حوالي 1.5 سنة لحد 26 أكتوبر 72 حينما عين وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة خلفا للفريق أول محمد صادق، ليقود أحمد إسماعيل علي الجيش المصري في مرحلة من أدق المراحل لخوض ملحمة التحرير وانتصارات 73. وقام أحمد إسماعيل علي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية بعملية التخطيط للعمليات العسكرية لحرب أكتوبر في سرية تامة. وفي أغسطس 73 تولى وكان فريق أول رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والسورية، ووضع اللمسات الأخيرة لحرب أكتوبر، وكان ليه دور بارز في رفع الروح المعنوية للجندي المصري. وتحقق انتصار أكتوبر 73. وتقديرا للدور البطولي الكبير اللي قام به أحمد إسماعيل علي، منحه الرئيس الراحل أنور السادات في يوم 19 فبراير 74 رتبة المشير، وحصل على نجمة سيناء من الطبقة الأولى. وفي 26 أبريل 74 تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء. وأصيب المشير أحمد إسماعيل بسرطان الرئة، وتوفي على أثره في يوم 25 ديسمبر 74 عن عمر يناهز 57 سنة. شارك خلال هذه الرحلة
في الحرب العالمية الثانية، حرب فلسطين، العدوان الثلاثي، حرب 1967، حرب الاستنزاف، حرب أكتوبر، وانتصارات 73.